السلام عليكم، اهلا بيكم. لسه مكملين في الكورس مع بعض. احنا النهارده وصلنا مع بعض للسن 5. بالراحه كده. هو اللسن بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن there. بيتكلم عن ايه؟ there. هو يعني ايه there معناها يوجد، يعني ايه؟ في حاجه موجوده. اوكي، طيب بالراحه كده. يعني لو انا عايزه اقول ان الشيء ده موجود منه حاجه واحده بس، اقول ايه؟ there is. اوكي، طيب بس ما ننساش ان الحاجات الواحده برضو بنجيب معاها letter A. تمام، فاكرين الارتكل اللي شرحناه في lesson 4؟ طيب يبقى احنا كده اتفقنا لو عندي حاجه واحده بس وعايزه اقول ان في موجود حاجه واحده، اقول ايه؟ there is. تمام، يعني مثلا عايزه اقول ان في كوبايه واحده بس، اقول ايه؟ هي حاجه واحده بس، يبقى اقول ايه؟ there is. الحاجه الواحده نجيب قبلها letter A وجلاس. there is a glass. طيب عايزه اقول ان في سحابه واحده بس في السماء، طيب هي موجود حاجه واحده؟ اقول ايه؟ there is. الحاجه الواحده نجيب قبلها letter A وسحابه يعني cloud ونحط full stop. عايزه اقول ان في ترابيزه واحده بس، يوجد حاجه واحده بس، يعني ايه؟ there is a table. خلاص، يبقى موجود حاجة واحدة، أقول إيه؟ there is. يوجد حاجة واحدة يعني إيه؟ there is. أوكي، لو واخدين بالنا إحنا ما بنستخدمش يوجد والمفرد القريب، ما بنستخدمش الحاجات دي زي ما اتفقنا، عشان إحنا وعدناكم من بداية الكورس إن الكورس ده هيكون أبسط ما يكون. تمام، طيب نيجي بقى لحاجة تانية وهي إيه؟ there are. أيوة، يعني إيه؟ يعني يوجد. طب ما احنا كنا لسه قايلين يوجد. ايوه، احنا قلنا there is، يوجد حاجه واحده. طب انا عايزه اقول يوجد حاجات كتير، استخدم ايه؟ there are. يبقى لما اكون عندي حاجات كتير وعايزه اقول ان موجود حاجات كتير، اقول ايه؟ there are. يعني مثلا لو عندي كوبايات كتير، اقول ايه؟ there are، عشان هم حاجات كتير. وكوبايات يعني ايه؟ كوبايه يعني جلاس، وهم عشان كتير هحط اس في الاخر. خلاص، طيب عايزه اقول ان في سحابه كتير في السماء، يوجد حاجات كتير، يعني ايه؟ there are. طيب سحابه يعني ايه؟ cloud، بس هي كتير فاقول اس clouds. اوكي، there are clouds. طيب عايزه اقول ان في ترابيزات كتير يا جماعه، طيب يوجد حاجات كتير، يعني ايه؟ there are. وترابيزه يعني ايه؟ table، بس هم ترابيزات كتير، يبقى هنحط لها as tables. there are tables. يبقى خلاصه الكلام، يوجد حاجه واحده there is. يوجد حاجات كتير there are. اوكي، وطبعا ما ننساش الحاجه الواحده يجي قبلها letter A، والحاجات الكتير هنحط اخرها letter A S. اوكي، طب انا عندي سؤال، هو كل اللي انا قلته ده كان ايه؟ ده كان جملة ولا سؤال؟ لا ثانية واحدة، انا اصلا مش فاهم ايه الفرق ما بين الجملة والسؤال. بسيطة، الجملة هتبتدي ببني ادمين، I we you they، احمد محمد منى ترابيزة table cat car، حاجات شبه كده، ونهايتها full stop، نقطة عشان يقفل الجملة، يقفل الكلام. بس انا برضو حاسس ان انا مش هبقى فاهم قوي. اقول لك على طريقة تانية، اقرا الحاجة اللي هو بيقولها لك، لو حسيت ان هو بيديك معلومة يبقى دي جملة، يبقى لو حسيت ان هو بيديك معلومة، بيقول لك المعلومة ليك، يبقى كده دي ايه؟ دي جملة. طيب السؤال، الكويستشن، بيسألك، مستني منك حاجة. خلاص، وطبعا واحنا بنطلع لكل لسن هتعرف يعني ايه question. تمام، طيب انا دلوقتي عايزه اعمل question. تمام، ايه اللي يحصل؟ is و are مبدئيا كده عايزك تعرف معلومه على السريع، ان is و are اصحاب قوي وناس جدعه قوي لاي حد بيبقوا معاه، وناس جدعين كده. اول ما سمعوا كلمه question دي قالوا لا، ده الموضوع ده خطير يا جماعه، خش انت جوه يا there واحنا هنطلع قدام. تمام، ليه؟ عشان الكويستشن ده حاجه ممكن تبقى خطيره عليك يا there. تمام، there سمعت الكلام ودخلت جوه، وis نطت قدام. تمام، طب هو is وار هيبقى معنانا ايه لما نطلع بره؟ قالوا احنا هيبقى معنانا هل. يبقى is لما تبقى بره وفي الاخر question mark يبقى معناها هل. اقول لك مثلا is there a glass، هو في كوبايه؟ ايوه، is في الاول وفي الاخر question mark معناها ايه؟ هل. تمام، طيب نجاوب عليها بايه؟ قال لك هتجاوب عليا يا بيس يا بنو، على حسب لو في او ما فيش. تمام، نجاوب يس ونعمل كوما، اعمل كوما ونزل there، واعمل سهم كده ونزل there، وبعدين نزل is. طيب question تاني، اقول لك مثلا is there a cloud، يعني هل يوجد سحابة؟ ترجم بالراحة، انت مش اجنبي، يعني انت محتاج تترجم بالراحة عشان تفهم وتحل بترتيب. تمام، is there a cloud، المرة دي انا هجاوب بنو.
is في الأول وفي الآخر question mark معناها هل، وكرر لنفسك الكلام كل مرة. is في الأول وفي الآخر question mark معناها هل، نجاوب عليها ب yes or no. جاوبنا المرة دي بإيه؟ no. اعمل كوما، نزل there وبعدين نزل is. بس ثواني، no قالت لك لا معلش أنا عندي صاحبتي ما أقدرش أروح أي مكان من غيرها. صاحبتك مين يا نو؟ قالت لك صاحبتي اسمها not، بتيجي في آخر الإيه السنتنس ولازم نبقى مع بعض كده، فلو سمحت ما تبعدناش عن بعض. يبقى no صاحبتها مين؟ not. فأقول لك no there isn't. اوكي، ممكن تحطني النوت دي تحطها عادي ان او تي او ممكن ان ابوستروف تي. تمام. طيب عندي question تاني، اقول لك مثلا is there a table؟ هل في table؟ is في الأول وفي الآخر question mark معناها هل، نجاوب عليها بإيه وإيه؟ yes or no. هنجاوب بيس المرة دي، نعمل كوما، نزل there، نزل is. yes عندك أصحاب؟ لا ما عنديش، حط الفول ستوب يبقى yes there is. طيب نفس الكلام حصل مع r نطت قدام، قالت is مش أجدع مني، أنا كمان هعمل كده، خش يا there جوه و r طلعت قدام. هو أنا بعمل إيه دلوقتي؟ أنا بعمل question. طيب r نطت قدام وبعدين there دخلت جوه، فأقول لك مثلا are there glasses؟ في كوبايات، فانت تقول لي والله are في الاول وفي الاخر question mark معناها هل، نجاوب عليها بايه وايه؟ yes or no. طب هنجاوب عليها بايه؟ هنجاوب عليها المره دي ب yes، نعمل كوما، ننزل there وبعدين ننزل are. عندك اصحاب يا yes؟ لا. طيب نيجي بعد كده question تاني، اقول لك are there clouds؟ هو في سحابه كتير؟ are في الأول وفي الآخر question mark معناها هل، نجاوب عليها بإيه وإيه؟ yes or no. اعمل كوما، نزل there وبعدين نزل are. هنجاوب عليها ب yes or no، هنكتب no وبعدين نعمل كوما، نزل there وبعدين نزل are. no صاحبتها not. آخر question معانا النهاردة are there tables؟ هو في tables؟ are في الأول وفي الآخر question mark معناها هل، نجاوب عليها بإيه وإيه؟ yes or no. هنجاوب ب yes، نعمل كوما، ننزل there وبعدين ننزل are. وبكده نكون شرحنا there، شرحناها وهي sentence وهي جملة عادية بقول لك إن في حاجات موجودة، يوجد there is أو there are، يوجد حاجة واحدة أو يوجد حاجات كتير، وشرحناها وهي question وعرفنا بنجاوب عليها بإيه وإيه؟ yes or no. yes ما عندهاش أصحاب، no صاحبتها not. بكده نكون وصلنا لنهاية part 1 من lesson 5، وكده نكون شرحنا كل حاجة عن there.